يرزقكم رزقا يا رب. فمش معنى ان انا بقول لكم كده ان انا بشتكي، لا بالعكس، ده انا مستمتع، بحس ان انا راجل. انما واحد زي نكتع العواطلي اللي اسمه شادي اللي قاعد في العربيه ياكل اشطوطه من معاش ماما وابتزاز السيدات. وخلي بالك يا شادي، اقسم بالله انا لولا البنت لا عايز اطلع صوتها ولا الكلام دوت عشان ما حدش يتعرف عليها. اقسم بالله العلي العظيم البنت دي يعني حاولت الانتحار من ابتزاز شادي ليها. انا ما اعرفش، الله اعلم بقى هي انتحرت ما انتحرتش. حاولت الانتحار من ابتزاز الكلب ده ليها. والبنت مريضه نفسيا وفضل يقول لها جوزي والكلام دوت. والله العظيم يعني اقسم بالله اللي انا بقوله ست. يعني يا رب يا رب ما يستفزني اكتر ان انا اطلع الفويسات والقعده اللي اتعملت واللي اعترفت فيها قصاد محمود فؤاد. قصاد محمود فؤاد كده اعترفت فيها. قال لك كده انت مش انت قلت ان كان محمود فؤاد يا جماعه مصوره صوت وصوره وهو بيطلب منه الطلب دوت. قال له يعني انت عايزني ابتزي؟ قال لي يا عم مش ابتزاز، انا هاخد منها مصلحه شقه وعربيه لبنت بنت ناس والكلام ده، وانا عرفت كل حاجه والقصه ديت. وكان محمود فؤاد قال له حد الله بيني وبين اي حاجه حرام. ودي حاجه كويسه محمود فؤاد. وجبنا البنت في مكالمه رباعيه انا وهو ومحمود فؤاد. وحلفتهم على المصحف انهم ما يجيبوا سيرته وما لهمش دعوه بالبنت واي حاجه عنده حد يمسحها والكلام دوت. ورغم كان كل شيء ده هاجمني كتير جدا ايام حرب وائل شطه عشان الدعم والقصه ديت، ما قدرتش اطلع حاجه. ان هو اعترف. قال له انت قلت كذا كذا؟ قال له اه قلت. وبجاحه يعني عيل ولا عنده كرامه ولا عنده دم والله العظيم. وعيل خول بكل معاني الكلمه ولا يقدر يعمل حاجه والله العظيم. واللي بيعمله دوت ان هو اعترف. قال له انت قلت كذا كذا؟ قال له اه قلت. وبجاحه يعني عيل ولا عنده كرامه ولا عنده دم والله العظيم. وعيل خول بكل معاني الكلمه ولا يقدر يعمل حاجه والله العظيم. واللي بيعمله دوت مجرد ان هو طبعا في قرشين من شيخ العرب يحوله على فودافون كاش او يفعل قناته. وان شاء الله هند هتحزنه على قناته وانا ما اعرفش. يا رب يا رب هند تكون سامعاني او لي تواصل مع هند. اقسم بالله شخصيه زباله يا هندي اكرم يا سلام. اقسم بالله ضرب القنوات والادسنس هو اللي بيوجع الناس دي. الناس دي ممكن تتهزق. يعني شادي ده يقول يا رب اللي كان حصل لنجلاء ده كان حصل لي. كنت طلبت مليون. وملك تقول لها اللي جالك ده جالك من عند ربنا يا بنت المحظوظه. انا اتبهدلت ورحت للاتحاديه ورحت عملت ومش عارف ايه والكلام دوت. فبيتمنوا ان حد يضربهم، حد يقلعهم، حد يغتصبهم. المهم انه يبقى في قضيه ويضغطوا عشان ياخدوا الفلوس. فالناس دي ما بيوجعهاش الا الفلوس. يعني شادي راجل، انت عارفين يعني ايه راجل يتعور وتعمل له عاهه مسلمه في وشه في خط في قورته كده لو دققته خط في قورته كده ودراعه يتكسر ويبقى مضروب على الهوا ويطلع مربط ويعرفوا لي لو اتنزل لوجه الله كنت اقول لكم ماشي خلاص. لو عفى لوجه الله لك عفيته لوجه الله. انما يجي ويطلب 200,000 ويبقى في تفاوضات على دمه لغايه 50,000 رخيص قوي. رخيص قوي. ايوه طلعت سبوبه من مشوار التحديه وبعدين راحت الحمام والكلام ده وربنا فضحها فضيحه. خلي بالكم اوعوا تفتكروا ان ملك متاثره بالفضايح اللي هي قاعده تفضحها وان شيخ الحرام فضحها بالحمام وب 30,000. لا بالعكس.